إذا هي الصفقة بتتم وبتزبط مع ريال مدريد فراح يكون الوضع جدا جدا ممتاز. ديان هويسن لاعب اسباني عمره 19 سنة بيلعب بمركز الدفاع، كان لاعبا بنادي يوفنتوس ولعب فترة كمان بنادي روما، هو حاليا لاعبا لنادي بورنموث الانجليزي. اللاعب مشجع مدريدي وحكى كذا مرة هذا الشيء، وكمان ابوه للاعب مشجع مدريدي متعصب كمان. قبل فترة بس ابوه للاعب ووكيل اعماله زاروا الفالديبيباس والتقوا مع عدة اداريين من ريال مدريد وصار حكي كتير عن هي الصفقة. اللاعب حاليا في عنده قيمة لكسر العقد وهي 50 مليون يورو. ريال مدريد معجب جدا بملف اللاعب وكان عم بيتابعه لمدة جدا طويلة. طبعا كل شيء تمام حاليا الا انه قيمة كسر العقد هي 50 مليون يورو. ريال مدريد بده ينزل من قيمة العقد قد ما بيقدر. في ملاحظة جدا مهمة انه اللاعب تم استدعائه لمنتخب اسبانيا عن جديد هو وراؤول اسينسيو. فتخيلوا معي بريال مدريد ثنائية اسينسيو وديان هوسين، لاعبين صغار بالعمر، جنسيات اسبانية، شخصيات جدا قوية. يا الهي دفاع ريال مدريد كيف راح يصير. وبالنهاية اوعك تنسى اللايك والفولو يا كبير، وعلى مدريد ولاد.